ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد عمر من قناة مستر فورتين، وجايين نتكلم عن ماتش الزمالك والمصري اللي لسه خلصان دلوقتي. حرام ان احنا نقول على ده ماتش للأسف، حرام ان احنا نقول على ان اللي كانوا بيلعبوا دول بيمثلوا نادي الزمالك. حرام اقسم بالله، حسبي الله ونعم الوكيل في اي شخص كان سبب في ان فرقة الكورة في الزمالك توصل للمرحلة دي. حسبي الله ونعم الوكيل في اي شخص مسؤول عن فرقة الكورة في الزمالك في الفترة دي. حسبي الله ونعم الوكيل في اي شخص مسؤول ان اللعيبه الاجانب اللي في الزمالك تبقى ادم كايد وسيف الدين الجزيري وشيكوبانزا واخوان بزيرة والاشكال اللي احنا بنشوفها ديت. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمله حسام عبد المجيد فينا طول الماتش. حسبي الله ونعم الوكيل في الونش وتدخلاته. ومش عارف يا جماعه الناس دي بتعمل كده ازاي، مش عارف الناس دي بتعمل كده ازاي. حسبي الله ونعم الوكيل في ان اللعيبه المفروض ان هم دوليه ولاعيبه كبيره هم اللي بيقدموا الاداء الخروي ده. انا اسف في اللفظ، يعني اداء خروي. دي مش كوره خالص ولا لها علاقه بالكوره. احنا ما لعبناش ب 2 جنيه كوره طول الماتش 90 دقيقه ولا 95 دقيقه. المصري بيضيع هجمات، والمصري رايح 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 رايح، وانت حتى مش عارف تقف، ما انتش عارف حتى ان انت تقابل الضغط دوت بان انت تمسك كوره وتنقل وبتاع. حسبي الله ونعم الوكيل. طول الماتش حسام عبد المجيد مصمم ان هو يخسرنا، بس الحمد لله يعني ربنا ما وفقوش طول الماتش. كابتن محمود الونش، يا كابتن دي مش كوره يا كابتن، مش كوره يا كابتن. المدافع يا كابتن مش لازم يضرب اللعيب، ومش لازم تدخلاته بتبقى كده. مش كده يا ونش، انت فين يا ونش؟ بقالك 3 4 سنين يا ونش. ايه يا حسام اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا شحاته اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت طول الماتش ما انتش ظاهر وما انتش باين ومفيش شخصيه ومفيش. ومحمد اسماعيل في نص الملعب باين عنك. تيجي في اخر الماتش، اخر كرة في الماتش كورنر، مش عارف ترفعها يا محمد. محمد شحاته مش عارف يرفع ركنيه في اخر الماتش في الدقيقه 95. المفروض ان هي فيها الامل، يعني ان انت ممكن ترفعها لعدي الدباغ، ولا ترفعها لحسام، ولا ترفعها للوينج. عندك لعيبه بتلعب بدماغها حلو. ما انتش عارف ترفع كرة حتى يا محمد يا شحاته. خوان بزيرة، ايه يا جماعه ده؟ يا جماعه انا مش عايز اسمع حد بيقول ان هو نجم، وان هو يا جماعه ولا نجم ولا له ريحه النجوميه ولا له علاقه بالنجوميه اصلا. ايه يا جماعه ده؟ ايه القرف ده؟ لعيب مصمم ان هو ياخد الكوره ويعدي اتنين وتلاته، وانت لو عديت الاولاني التاني بيخش ياخدها منك، لو ما خدهاش منك التالت بيخش يضربك. ومفيش فايده، مفيش دماغ، مفيش فهم، مفيش تركيز. ان انت خلاص عرفت ان انت اتقريت واتحفظت. يا عم ما تعدي واحد وسلم واتحرك وخد الكوره وروح. وايه ده يا عم؟ ما تجرب يا عم مره تشوط يا عم. ايه يا عم ده؟ انت بتباصي ومش بتشوط؟ ايه يا عم ده؟ ايه ده بجد؟ ايه القرف ده؟ ايه اللي احنا شفناه ده؟ ليه توصلونا يا جماعه لكده؟ ليه تخلونا بنتفرج على الماتش والماتش يخلص واحنا مش طايقين نفس؟ كرهتونا في اكتر حاجه بنحبها في الدنيا. كرهتونا في اكتر حاجه بنحبها في الدنيا. ما سمعتوش صوت الجمهور اللي قاعد؟ الخمس ست آلاف واحد اللي قاعدين في المدرجات عمالين يشجعوا لغايه دقيقه 95. ما حسيتوش بيهم بجد والله؟ الناس اللي رايحه في عز التلج وفي عز البرد، وناس رايحه من المنصوره ومن الشرقيه ومن دمياط ومن كفر الشيخ ومن المنوفيه ومن كل حته رايحه عشان تتفرج عليكم. مفيش. اما يبقى نجم الماتش من الزمالك في الماتش بتاع المصري النهارده، محمد ابراهيم اللاعب الناشئ اللي لسه اول ولا تاني ماتش يلعبه، ومحمد اسماعيل المدافع اللي بيلعب في نص الملعب في مكان مش في مكانه. الوم ازاي على احمد عبد الرحيم ايشو اللي في التغطيات العكسيه وفي ادائه ان هو مش عارف يعمل حاجه، مش عارف. بس هو راجل بيلعب في مكان مش في مكانه، وهو اصلا مش كواليتي ان هو يبقى موجود في الزمالك. مش عارف اقول ايه والله. بس اقسم بالله اللي احنا فيه ده حاجه توجع القلب وحاجه تحزن. لما يبقى حال نادي الزمالك يوصل للمرحله دي، يبقى احنا بجد حاجه تحزن. تقييمات اللعيبه: محمد عواد لم يختبر عواد. هما كوره ولا كورتين اللي جوله اتعامل معاهم كويس، اديله 6 من 10. محمد ابراهيم اديله 7 من 10. حسام عبد المجيد اديله صفر. صفر بجدارة يا كابتن حسام، صفر بجدارة يا دولي، صفر بجدارة يا المدافع الوحيد اللي لو انا عايز استفيد وعندي مدافع اقدر اطلعه بمبلغ كويس هيبقى انت. للأسف صفر يا كابتن حسام. كابتن محمود الونش 1 من 10. كابتن احمد عبد الرحيم ايشو اديله 4 من 10 على مش عارف على ايه والله، بس ده 4 من 10 جدعنة كده، احسبوها جدعنة.
جدعان عشان ما فيش غيره، جدعان عشان بيحاول يعمل اي حاجه، مع ان انا مش مقتنع ان هو يكمل في الزمالك لغايه بكره الصبح. كابتن محمد شحاته 2/10. محمد اسماعيل هديله 7.5/10. هو الوحيد اللي كان باين، الوحيد اللي كان بيحاول ان هو يطلع، والوحيد اللي راح وشاط وبتاع. وفي كوره، ده في كوره في اول الماتش اتلعبت من ادم كايد، اتحسبت تسلل ليا. ادم كايد لعبها لشيكوبانزا، شيكوبانزا رجليه الاتنين شمال يا جماعه، رجليه الاتنين شمال. الكوره بدل ما يشوطها في الجون رجعها لورا. بنهرج والله يعني. لما ده يبقى المحترف اللي عندي يبقى احنا بنهرج. والتاني اللي هو المفروض ان هو الحريف بقى، اللي برازيلي، اللي ترقصه سامبا وبتاع، ولا ب2 جنيه كوره، ولا الهوا، ولا الهوا. عقدة الدباغ نازل مش شايف، سيف الدين الجزيري طول الماتش مش شايف وعمال يجري يقع ويتدرمغ على وشه. محمد السيد نازل مش عارف انت بتعمل ايه. نكمل بس في التقييمات. محمد شحاتة قلنا 2/10. ادم كايد 1/10. مش عارف انت بتلعب في الزمالك ليه، ولا مين العين بنت اللذينه اللي جابتك ديت، حسبي الله ونعم الوكيل. كابتن شيكو بنزا اديله 0. كابتن خوان بزيرة اديله 0. كابتن سيف الدين الجزيري اديله 0. التبديلات كابتن عدي الدباغ اديله 1/10. محمد سيد 0. احمد شريف لم يختبر. احمد حمدي لم يختبر. بس هي دي اللعيبه اللي شاركت النهارده. نتيجة الماتش لا في صالحنا ولا في صالح المصري، في صالح كايزر تشيفز اللي كسب النهارده 1-0. اي فريق عايز يتصيط يجي يتحط في مجموعة مع الزمالك بجد والله. حسبي الله ونعم الوكيل، تاني وتالت ورابع ومليون في اللي وصل فرقة الكرة في الزمالك للوضع اللي احنا فيه دوت. في النهاية كان معاكم محمد عمر من قناة مستر فورتين. يا ريت الناس تعمل لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة لو عجبك الفيديو، وفعل زر الجرس، بيساعدني يعني وبيحفزنا ان احنا نفضل مكملين معاكم. يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في كل مكان، ربنا ينصرهم باذن الله. السلام عليكم.